السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غنحضر معكم طاجين بالشيفلور. بالنسبة للناس اللي ما كيعجبهمش الشيفلور مقلي، يحاولوا انهم يديروا هاد الطريقة، غادي تعجبكم بزاف. أول حاجة كناخدو الشيفلور، كيكون بحال الحجم هذا. كنحاول انني نقيه من هاد الكحولية هذه اللي كتكون فيه، وكنغسلو مزيان مزيان. كنحاول انني نغسلو وكنديرو يتسلق في الحامض والملحه. اول حاجه غادي نقطع الشيفلوره ديالي هكا، وغادي ناخد غير الكميه اللي محتاجه. انا درت نص ديالها. من بعد غادي نضيف عليها الماء، وغادي نزيد عليها عصير ديال الحامض. غادي نحاول ان ديك نص حامضه نعصرها من فوق داك الشيفلور ونخليها واحد شويه. من بعد غادي نصفيها ونديرها في الطنجره اللي غادي نحط فوق النار. غادي ندير الشيفلور اللي صفيت، وغادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد عليه طريف ديال الحامض. غنخلي كلشي فوق العافيه. غيطيب ليا غير واحد نص طيبه، ماشي بزاف، غير شويه هكا. ومن بعد غادي نحيدها من فوق العافية. ندوزو دابا باش نحضروا الطاجين ديالنا اللي غادي نحتاجو فيه طريفات ديال الدجاج على حسب افراد الاسره. غنحتاج فيه بطاطا مقطعه، بصله كبيره مشلضه، الزيتون والتوابل اللي غادي نذكرهم من بعد. اول حاجه في الطاجين غادي نوضع فيه اول حاجه غادي ندير في الطاجين معلقه كبيره ديال زيت البلديه، وغادي نزيد من فوقها بصله اللي شلطتها من قبل. من بعد غادي نزيد طريفات ديال الدجاج اللي كتبقى كميه اختياريه، وغادي نزيد التوابل اللي عندنا: قزبر ومعدنوس، فص ديال الثوم، تحميره، الخرقوم، سكينجبير، معلقه صغيره ديال الملحه، وراس معلقه ديال الابزار. غندير كلشي فوق داك الطريفات ديال الدجاج والبصله. من بعد غندي كلشي فوق البوطه، وغادي نسد عليه بما تشحر لينا البصله مع الدجاج. هنا غادي ندوز نشوف الشيفلور ديالي فين وصل في الطياب. كما كتشوفوا معايا بدا كيغلي. غادي نحاول انني ناخد الموس وغادي نقلبو هكا، نشوف واش بدا كيطيب ولا مازال. كما كتشوفوا معايا هنايا راه كيبان ليا بلي بدا كيدخلوا الطياب. ملي قلبته بحال هكا صافي. غادي نطفي عليه البوطه، وغادي ندوز مباشره انني نصفيه من داك الماء ديالو، وغادي نخليه يتسقطر. غندوز باش نشوف الطاجين ديالي فين وصل. هنايا بعد ما بدا كيتشحر غادي نضيف ليه نص كاس ديال الماء يكون دافي، وغادي نخلط المكونات كامله مع بعضياتها. ومن بعد غادي نسد الطاجين ديالي ونخليه يتقلى ليا واحد شويه، عاد نرجع ليه. هنا من بعد ما تقلى ليا الطاجين
غادي نحاول انني نضيف ليه ديك البطاطا اللي قطعت من قبل. غادي نستفها هكا في الجناب بهذه الطريقه كما كتشوفوا موضح في الفيديو. من بعد غادي نسد عليها الطاجين بما حضرت الشيفلور ديالي. هنا غادي نبدا نستف الشيفلور من فوق ديك البطاطا ومن فوق داك الدجاج بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وغادي نزيد الزيتون حتى هو من فوق داك الشيفلور. غنحاول هنا نزيد واحد نص كاس اخر ديال الماء يكون دافي، غنزيدو هكا غير في الجناب، ما غاديش نكتر بزاف، غير نص اولا غير ربع الكاس ديال الماء. وغادي نقاد هكا الجناب ديال الطاجين باش يجي مقاد. نصب على الطاجين ديالي ونخليه يطيب على خاطرو. هنا الطاجين من بعد ما طاب واحد شويه، غير بدات كتدخل ديك البطاطا الطياب ديالها، كنحاول انني نهز من ديك المريقه ديالها وكنبدا نخوي من فوق الشيفلور باش حتى هو توصلو المريقه ديال الطاجين. من بعد غادي نسد على الطاجين ونخليه يكمل الطياب ديالو على خاطرو. هنايا من بعد ما دازت المده وطاب الطاجين ديالي غنخليه حتى ينشف مزيان من المريقه ديالو، وغادي نقدمه بالصحه والراحه. صراحه كيجي هذا الطاجين لذيذ وزوين بزاف بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الشيفلور يكون مقلي، كيحاولوا يديروا هاد الطريقه هذه وان شاء الله غادي تعجبهم.